نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الكلام معنا عن تفسير وأحكام وفوائد سورة الفاتحة، ووصلنا عند قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال عنه ابن كثير: سر القرآن الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية آية عظيمة حتى ألف في تفسيرها العلماء، فألف الإمام عبد الله الأنصاري الهروي رحمه الله كتابا سماه منازل السائرين في مسالك إياك نعبد وإياك نستعين، ثم شرحه ابن القيم رحمه الله فسماه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. وما أوله من هذا الاهتمام بهذه الآية إنما هو لعظم هذه الآية، وهي سر الفاتحة، وهي الانتقال من حال إلى حال. في بداية الفاتحة كان الخطاب كأنه لغائب، لا يخاطب وحده: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فلما حمد الله وأثنى عليه ومجده وفوض إليه صار بروحه قريبا من الله تبارك وتعالى، فصار يناجي الله تبارك وتعالى، فالتفت من أسلوب المخاطب الغائب إلى أسلوب المخاطب الحاضر فقال: إياك، ولم يقل إياه نعبد، لا، قال إياك، كأنه لما اقترب بقلبه من الله تبارك وتعالى كلمه بأسلوب المخاطب. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى دعاء الله وحده دون ما سواه، فإن دعاء الله لا يحتاج إلى واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا غيري من الصالحين أو من الأولياء أو من الأنبياء أو من الملائكة حتى يستجيب لكم، لا، ادعوني أستجب لكم. مباشرة انتقل من أسلوب الغائب إلى أسلوب المخاطب،
جلاله تبارك وتعالى. فقال إياك، أي أنت المقدم، نقدمك لفظا ونقدمك قصدا ونقدمك لجوءا ونقدمك استعانة في عبادتنا. إياك نعبد. وهذا التقديم فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، وفيه حصر العبادة لله تبارك وتعالى، كما أنه في البداية بدأ بالحمد لله ثم قال رب العالمين، ولم يقل الحمد لرب العالمين، فإنه قدم لفظ الله تبارك وتعالى على عبادة الخلق، فالله غني عن عبادتنا تبارك وتعالى، وإنما عبادتنا لنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لمن؟ له. هل هو المستفيد؟ وإن تشكروا يرضى لكم، أنتم المستفيدون من الشكر، من شكر الله تبارك وتعالى، أنتم المستفيدون من عبادة الله تبارك وتعالى. الله غني عن عبادتنا، لا يحتاج إلينا، نحن المفتقرون إليه. والعبادة هي الذل لله تبارك وتعالى والخضوع والانكسار. ولذلك تقول العرب: طريق معبد، أي مذلل من كثرة الوضع عليه. وهذا يدلنا أننا لما نعبد الله تبارك وتعالى لا بد أن نشعر بأننا نذل أنفسنا، نضع أعظم المواضع عندنا الرأس على الأرض لله تبارك وتعالى. ولكن هذا الذل ليس ذلا سلبيا، وإنما هو ذل إيجابي، لأنه ذل إلى من يستحق تبارك وتعالى، فهو ذل الفقير إلى كامل الغنى، وذل الفقير إلى كامل الغنى، وذل الذليل إلى كامل العزة، وذل العاجز إلى كامل القدرة، وذل الخائف إلى المؤمن الذي يؤمن الخائفين تبارك وتعالى. فإذا استشعر الإنسان هذا المقام العظيم لرب العزة تبارك وتعالى، إذا نادى يقول: يا عزيز أعزني من ذلي، يا غني أغنني من فقري، يا جابر اجبرني من كسري، يا جبار اجبرني من كسري. يشعر بأنه يطلب من المعطي تبارك وتعالى. والعبادة لا بد لها من أركان، فهي كمال الحب وكمال الذل والخضوع مع المحبة والتعظيم. والعبادة بهذا المعنى يمكن أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، وهي من الشرك. وأما العبادة بمعناها الشرعي، العبادة الشرعية المقبولة هي كل ما يحب